سلام الاخوات. كيبان لكم ان شاء الله هذا البسكوي غنحضروه ساهل وزوين، ويمكن لكم ديروه للمدرسه الوليدات يدوه مع المدرسه. يمكن لكم ديروه دوز داتاي. كنحتاجو فيه 5 الفرماجات، 3 البيضات، حك ديال دانون من اختياركم، ساشيه ديال الخميره، كاس تاع الزيت الزيتون، من الاحسن يكون زيت الزيتون، واحد المعلقه محكوكه ديال الزعتر، ودقيق حسب باش تجمعوا. صافي، والمكونات راه كاينين في صندوق الوصف. اللي ما بانوش على المكونات راه كاينين في صندوق الوصف. صافي، كنجمعوا العجينه، كنعجنوها، كتكون ما قاصحاش حتى بزاف وما مرخوفاش بزاف، تكون عجينه عاديه حسب اللي غادي نسرحها بالمدلك ونقطعوها بالقطاعه باش ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه كما كتشوفي فيها. ملي كتجمع لينا العجينه صافي كنقادوها. انت كتشوفي العجينه راه ما قاصحاش وما جارياش. كنجيبوا المدلك وكنديروا لها شويه ديال الطحين وكنسرحوها. نسيت نقول لكم راه كاين فيها شويه تاع السكر وكاينه شويه ديال الملحه. هذا البسكويت كيجي مالح. كنقطعوه وكنتكوه بالفرشيطه، كنديروا فيه تقيبات كتار بالفرشيطه باش ما يتنفخش في الفران. وكنقطعوه بهاد القطاعه، اللي عنده هاد القطاعه يقطع بها، اللي ما عندوش يدير الكاس. صافي، كنديروه في لاطه ديال الفران. وهو هذا هو البسكوي ملي كيطيب، راه هو هذا كيجي بنين بزاف، كيجي زوين. جربوه، راه اقتصادي وسريع.